كانت واحدة من أبرز مباريات هذه الجولة، وعلى غير العادة جمهور قليل تنقل إلى ملعب أول نوفمبر بالحراش. بدايته كانت بهذه الطريقة: تسديدة أولى قوية من أمادا، كرة جانبية. الرد جاء سريعا، تسديدة أخرى من دراجة وليد، كرته أيضا مرت جانبية على يمين الحارس دوخة. ميباركي وراء هذه الكرة وخطأ من الدفاع، لكن الكرة تنتهي بهذه الطريقة وإلى الركنية. اتحاد الحراش ينفذ هذه الركنية، ومتابعة جيدة من عبيد الذي يمضي ويوقع الهدف الأول. كان ذلك بعد مرور ربع ساعة لعب وبنفس الطريقة وعن طريق كرة ثابتة. رد فريق مولودية العلمة كان من خلال هذه الكرة الخاطئة من اللاعب دراجة وليد. نفس اللاعب ضيع فرصة ثمينة جدا وكأنه لم يصدق الوضعية التي تواجد فيها. دائما فريق مولودية العلمة في العمل الهجومي وبدون فعالية وبدون نتيجة. تسديدة قوية، الحارس يتدخل ويحول الكرة إلى ركنية، ثم محاولة أخرى من جانب فريق اتحاد الحراش. عبيد حارس العلمة يصد هذه الكرة ويحولها إلى ركنية تنفذ عن طريق أيتو عمر حمزة. خطأ من الحارس، كرته تصطدم بعبيد الذي يوقع الهدف الثاني لفريق اتحاد الحراش بعد مرور 26 دقيقة من زمن المباراة في مرحلتها الأولى. تأخر فريق العلمة بهدفين بعد هذا الوقت غير مستحق بالنظر إلى الكرات الضائعة التي كانت كثيرة من جانب فريق مولودية العلمة، وهذه واحدة من هذه الكرات. الشوط الأول انتهى بتقدم فريق اتحاد الحراش بهدفين دون مقابل. بداية المرحلة الثانية كانت قوية، تمريرة من غازي، دراجة في المكان المناسب يقلص الفارق بعد مرور 10 دقائق من المرحلة الثانية. فريق مولودية العلمة ظهر أحسن وأفضل في هذه المرحلة الثانية، مستغلا تراجع فريق اتحاد الحراش إلى الخلف. ثم محاولة من بنيامين دوخة يستعمل كل ما في وسعه لصد هذه الكرة وتحويلها إلى الركنية. اتحاد الحراش لم يوجد الكرات الخطيرة في هذه المرحلة ما عدا هذه التي تدخل على إثرها الدفاع محاولة هذه الكرة إلى ركنية. الدراجة يعود مجددا ويعيد فريق مولودية العلمة إلى الوضعية الطبيعية ويسجل الهدف الثاني وهدف التعادل، وذلك بعد مرور 24 دقيقة من زمن المباراة في مرحلتها الثانية. الفعالية كانت غائبة على دراجة في المرحلة الأولى، لكنها كانت حاضرة بنسبة 100% في المرحلة الثانية.